حبايب قلبي، ازيكم؟ يا رب تكونوا كويسين. انا مرمر. في الفيديو النهارده هعرفكم عن الروج السحري من ذا بادي شوب. الروج ده عندي بقاله 4 شهور مدمناه، بعشقه بجد. يعني ايه روج سحري؟ يعني بيكون لونه اسود طيب، ولما بتيجوا تحطوه على شفايفكم بيدوكوا لون على حسب بقى لون بشرتك وكده، او لون شفايفك. هو ده شكله تمام. هو صغير لكن حجمه يعني تخين وكده، فهيقعد معاكي فتره طويله جدا. ده بيكون شكله من جوه. هو طبعا بيتلف من تحت كده. شايفين اللون الاسود عامل ازاي؟ هو لونه اسود اصلا، اسود خالص كده زي ما انتوا شايفين خلاص. لكن لما بيتحطوه بيتحول للون ده. شايفين اللون ده نبيتي، وعلى فكره هو افتح بكتير جدا من الكاميرا، يعني لونه تقيل قوي. مش عارفه هو في الكاميرا ليه باين ان هو خفيف خلاص. لما بتيجوا تحطوا الروج بيكون لونه اسود. استنوا هحاول احطه لكم هنا. تمام، ركزوا بقى معايا كده. هو لونه على فكره اسود، في الحقيقه لونه اسود. انا مش عارفه برضو، هو الالوانات مش ظابطه قوي في الكاميرا، لكن هنقارن دلوقتي وهنشوف. شايفين ده من ده لونه اسود خلاص، وده لونه نبيتي. تمام. اللون ده هنستنى عليه شويه. تمام، هتلاقوه واحده واحده بيفتح لحد ما يبقى كده. الدرجه دي على حسب، يعني ما انا فهمت ان عشان انا بيضه وشفايفي فاتحه فاداني اللون ده خلاص، وكمان عشان ايدي فاتحه زي ما انتوا شايفين فاداني برضو نفس اللون. يعني هو ده نفس اللون اللي بيكون على شفايفي. لكن اعتقد بقى لو انتي قمحيه شويه او شفايفك غامقه، ما اعتقدش ان هو هيديكي نفس اللون ده. عايزه اقولك ان في ذا بادي شوب فيه طبعا ارواش كتير تمام منه، يعني ممكن تختاري بقى انتي عايزه انهي درجه. تمام. وقبل ما تشتريه لازم تجربيه على شفايفك عشان تشوفي الدرجه هتناسب بشرتك ولا لا. احلى حاجه ان هو بيتحول. شايفين هيبتدي يتحول دلوقتي. هو لسه ما وصلش للون ده، بس شايفين هيبتدي يتحول دلوقتي. انا كنت امبارح في ذا بادي شوب، وفي هناك سيل كتير جدا على معظم الحاجات اللي هناك. بجد السيل فظيع. انا بنصحك تروحي وتشتري من ذا بادي شوب. هتلاقي ايه القلم ده هناك، انا شفته امبارح كان ب100 وي. بصراحه من 4 شهور هو كان جاي لي هديه، فانا مش عارفه هو كان بكام قبل كده، لكن انا شفته امبارح كان ب100 وي. بنصحك بيه جدا. واحلى حاجه فيه انه كمان بيرطب الشفايف جدا جدا. يعني لما تيجي تحطيه هتلاقي شفايفك ناعمه جدا، لان هو ناعم قوي. فبصراحه مش خساره فيه اي حاجه. واول لما يخلص هجربه تاني اكيد. تعالوا بقى نشوف اللون بدأ يفتح اهو. تمام، بدأ يفتح. عايزه بقى يعني اقول لكم ان الروج ده صعب جدا ان هو يتشال، لازم تشيلوه بميك اب ريموفر. تمام، وكمان مش هيتشال بسهوله يعني. تعالوا كده نشوف هيتشال ازاي. كده هنحط شويه ميك اب ريموفر كده وهنبتدي نشيل. شايفين على فكره هو ما بيتشالش بسهوله. شايفين اللون؟ شايفين يعني بجد فظيع، بيثبت ثبات جامد جدا. وكمان احلى حاجه لو انتي مثلا بشرتك بهتانه ومش عايزه تحطي ميك اب وقاعده في البيت، ممكن تحطيه بيغير الشكل تماما خلاص. هو لسه برضو ما كانش وصل للون ده، فهو احنا هنستنى عليه كده 5 دقايق لحد ما اللون يفتح معانا. بس كده حبايبي، هو ده كان الريفيو. انا بس حبيت اقول لكم ان هو ثابت جدا وممكن تخرجي بيه عادي بره، هيكون شكله حلو خالص، مش هيقول لا. يا رب تكونوا حبيتوه. بنصحك بيه جدا جدا جدا. اشوفكم ان شاء الله قريب، وباي باي.